السلام عليكم. إن شاء الله معانا قراءة عامة للحروف كلها. إن شاء الله هقسمها على جزئين، وكل جزء ياخد القراءة الخاصة بيه. بس قبل ما أبدأ وأقرأ اهدى، وقبل ما تسمع أي كلمة سيب كل اللي في دماغك على جنب شوية. القراءة دي مش سباق ومش اختبار ومش إثبات إن حاجة هتحصل أو لأ. القراءة دي مساحة تسمع فيها نفسك من غير ضغط، من غير خوف، من غير ما تحاول تطلع بنتيجة. مش كل كلمة هتخصك، مش كل إحساس هتحسه، بس في لحظة هتحس إن الكلام وقف وقلبك هو اللي بيسمع مش عقلك. ولو ده حصل يبقى كده كفاية. خلي بالك، القراءات العامة مش بتختارك، انت اللي بتدخلها بنيتك وبحالتك بالمرحلة اللي انت فيها. في ناس داخلة القراءة وهي تعبانة، في ناس داخلة وهي مستنية إشارة، في ناس داخلة بس علشان تسمع. كلهم في الآخر صح. مفيش نية غلط غير إنك تسمع وإنت مقفول، أو تستعجل وتسمع وإنت مستعجل. خد نفس عميق وسيب النفس يطلع على مهله. الطاقة اللي هتسمعها مش جاية علشان تخوفك ولا تطمنك زيادة ولا تقولك تعمل ايه. هي جاية تعكس اللي جواك، اللي متلخبط، اللي ساكت، اللي متراكم. ممكن تسمع حاجة تحسها قديمة، ممكن تسمع حاجة تحسها جديدة، ممكن تسمع عن الكلام وتحس إنه كان بيتكرر. وده طبيعي، لأن بعض الرسايل بتيجي لحد بنسمعها بجد. إن شاء الله القراءة مقسومة على الحروف كلها، مش علشان نحددك ولا نحصرك ولا نقول إن مصيرك مرتبط بحرف. الحروف هنا مجرد بوابة، مجرد مفتاح علشان الطاقة تبقى أقرب والرسالة أوضح. ممكن حرفك يطلع في جزء وتحس إن الجزء التاني لمسك أكتر. ده طبيعي. القراءة العامة مش بتمشي بالمنطق، بتمشي بالإحساس. لو حسيت إن في مقاومة جواك، أو إنك مش عايز تسمع أو مش مرتاح، مفيش مشكلة، اقفل وارجع تاني في وقت تاني. ولو حسيت إنك مش قادرة تقفلي حتى لو الكلام تقيل، خليكي، لأن أحيانا التقل هو اللي محتاج يتشاف. افتكري دايما إن ولا كلمة هنا حكم ولا قدر ولا وعد. انت صاحبة القرار وصاحبة الطريق وصاحبة التوقيت. القراءة دي مش بديل عن عقلك ولا عن قلبك ولا عن الواقع. هي مجرد صوت بيمشي جنبك شوية وبعدها يسيبك تكمل لوحدك. خلي بالك، هي رسالة. خد رسالتك من القراءة، خد إشارتك من القراءة. دلوقتي بعد ما هديت وبدأت تاخد نفس، وبعد ما سبت اليوم يهدى شوية، نبدأ القراءة على مهل ومن غير استعجال ومن غير توقع ومن غير خوف. اسمع وشوف وحس، وسيب الرسالة توصلك بالطريقة اللي تناسبك انت أو انتي. ونقول بسم الله. الحروف. الجزء الأول معانا القراءة خاصة بأصعب حروف: حرف الميم، باء، سين، واو، قاف، ألف، راء، دال، حاء، كاف، ياء، فاء، والطاء، لام. الطاقة هنا بتقولكوا قوتي شوية. اسمعوا الرسالة من غير ما تحاولوا تفسروها بسرعة. الطاقة الخاصة بالمجموعة دي بتتكلم عن ناس مرت بتجارب كتير وتعلمت بالأسوأ وبالصبر من ناحية تانية، بس اتعلمت بأسوأ أكتر. نفسيا في إحساس عام بالتقل، مش اكتئاب، لكن جواكم إرهاق داخلي، كأنك دايما بتفكر حتى وانت ساكت، حتى وانت نايم عقلكم مش بيفصل، بتفكروا. أكتر حاجة مأثرة عليكم إنكم بتحاولوا توازنوا بين اللي عايزه قلبكم واللي شايفه عقلك صح، وده مخليك واقف في النص، لا مرتاح ولا مطمن. في شعور إن انت محتاج ترتاح بس مش عارف من ايه بالظبط ولا ازاي. بالناحية العاطفية، في علاقة يا إما انتهت يا إما لسه موجودة بطاقة قديمة مش بتتجدد. وحب كان حقيقي بس ما كانش ثابت، وفي شخص كان قريب وبعد فجأة،
أو فضل موجود بس من غير ما يوضح أي حاجة، فضل من غير وضوح. الوجع الحقيقي هنا مش في الفراق، لكن في إنك مكنتش فاهم انت واقف فين ولا مع مين ولا مكمل ازاي ولا برضه مع مين. الرسالة للمجموعة دي بقول لكم، اللي يحبك بصدق مش هيسيبك في حيرة. أما على مستوى الحياة العامة بقى، انت شخص بتحمل نفسك فوق طاقتها علشان تحافظ على الصورة أو علشان ما تخيبش ظن حد. بس عايزة أقولك المرحلة دي محتاجة تخفيف مش تشديد. في حاجات أخدت منك طاقة أكتر ما اديتك، ودلوقتي حان الوقت إنك تبعد من غير إحساس بالذنب. على الصعيد مستوى الحياة، العمل والرزق، في تعب واضح، في مجهود متراكم، وانت حاسس ان المقابل مش قد اللي بتقدمه. بس القراءة بتقولك ان شاء الله في تحسن تدريجي مش مفاجئ لكن ثابت. في فرصة محتاجة منك ثقة، ومحتاجة متقللش من نفسك ولا تقبل حاجة علشان بس تمشي. لا، ان شاء الله خدها بشارة، في خير جايلك بأمر الله هتعوضك عن كل اللي فات. في فرحة جايلك منتظرة، في ناس منتظرة مولود جديد، في ناس برضو محتاجة ورق يخلص هيخلص، في أمور انفصال، وفي حد في علاقة في طرف تالت. كل ده هيبان وهيوضح. عايزة أقول لكم انتوا مش مطلوب منكم تثبتوا لأي حد حاجة ولا تكون أقوياء طول الوقت. الراحة مش ضعف، البعد أحيانا إنقاذ. كده قراءتي خلصت للجزء الأولاني، إن شاء الله ندخل على الجزء التاني بباقي الحروف. معايا الجزء التاني أسماء بتبدأ بحرف النون، تاء، شين، جيم، والزي والعين والهاء، صاد، خاء، زال، ثاء، غين، ضاد، ظاء. خلي بالك الجزء ده طاقته مختلفة، أكتر حركة وأكتر تغييرات. النفسية انت في مرحلة مراجعة، بتسأل نفسك أو بتسألوا نفسكوا أسئلة كبيرة عن الطريق والاختيارات والناس اللي حواليكم. في قلق، في مقارنة، وفي إحساس إنك كنت ممكن تكون في حتة تانية لو خدت قرار مختلف. بس الرسالة هنا واضحة، انت ما تأخرتش، انت كنت بتفهم. العاطفة في أثر قديم برضو لسه موجود. في نفس الوقت انت بتقول ان العلاقة خلصت بس هي لسه ما خلصتش. عايزة اقول لكم في فرصة جديدة وفي باب جديد، بس انتوا مترددين تدخلوا، خايفين تكرروا نفس الوجع. هو ناس بتقول انا خلاص قلبي اتقفل مش هفكر، لا، هو القلب مش مقفول، هو بس متحفظ ومحتاج امان مش وعود. الرسالة هنا الجديد مش ذنب القديم، بس ما ينفعش تدخل وانت شايل خوفك كله. ما تخافوش، احنا بنتعلم من وجعنا واخطائنا. بالنسبة للحياة العامة في تغييرات، في ناس بتبعد وناس هتظهر، وانت مش هتفضل ثابت مكانك، انت هتتغير معهم. في احساس انك مش شبه اللي حواليك، وده مخليك قلقك شوية، بس الحقيقة ان ده نضج مش غربة. المرحلة دي مرحلة انتقال مش استقرار، بس نهايتها اهدى ان شاء الله. بالنسبة للعمل والطموح، البعض منكم عنده فكرة بيحاول يفكر فيها، مشروع، اتجاه، حلم انتم مأجلينه بقالكوا فترة، مش علشان مش قادرين لكن علشان مستنيين اللحظة الصح. القراءة بتقولك
إن اللحظة الصح بتيجي بعد خطوة مش قبلها. لو فضلت مستني هتفضل واقف، ولو بدأت حتى هتتحرك بخوف. انطلقوا، حددوا وقتكم، واستخيروا ربنا، واللي مأجل حاجة يبتدي فيها. رسالة ليكوا كلكم أصحاب الحروف دي: انت مش تايه، انت في النص، والنص ده مرحلة مش نهاية. خليك واثق ان اللي جاي أوضح وأهدى وأقرب ليك. القراءة دي مش بتخلص ولا بتتقفل، تسمعها وترجع لها وتسيبها وترجع تاني حسب حالتك. الحروف مجرد وسيلة، لكن الرسالة الحقيقية في الإحساس اللي لمسك. خلي بالكم، في الإحساس اللي لمسك. كل واحد ياخد الرسالة اللي عايزها، ياخد الرسالة اللي هو مستنيها، الإشارة اللي مستنيها. وكالعادة قبل ما نختم ونقفل، خلي بالك من الرسالة دي قوي، لأنها يمكن تكون أكتر حاجة محتاجها دلوقتي. اللي عديت بيه ما كانش أي كلام وخلاص، ولا كان زيادة عن اللزوم، ولا حتى كان عقاب. كان إعداد. ربنا ما بيضغطش على قلب عبد إلا وهو عارف إن القلب ده قادر، وإن بعد الضغط ده في سعة. يمكن كنت خايفة، يمكن كنت متلخبط، يمكن حسيت إنك لوحدك، بس الحقيقة إن ربنا كان أقرب مما تتخيل. في حاجات اتأخرت علشان تيجي أنضف، وفي حاجات اتكسرت علشان ما تكملش، وفي وجع كان بيشيلك من طريق مش ليك. والتعويض مش شرط يجي في نفس الحاجة اللي راحت، أحيانا بيجي في راحة، في طمأنينة، في هدوء قلب. كنت فاكرة إنك نسيتيه، أو فاكر إن أنت نسيته. اللي جاي مش تقيل زي اللي فات، اللي جاي فيه لطف حتى لو لسه مش باين. ربنا شايف السكوت، والدمعة اللي نزلت من غير صوت، والدمعة اللي طلعت وانتي مش واثقة هتستجاب ولا لأ. بس اطمني، مفيش دعوة راحت، ولا وجع داع، ولا صبر اتنسي. اهدوا واهدي، اهدى، وسيب الخوف وسيب الضغط، وسيب فكرة انك لازم تكون قوي دايما. لأ، كلنا بيجيلنا وقت بنسلم، مش بنبقى قادرين، بنجدد طاقة من تاني. ربنا مش مستني منك غير انك تسلم وتكمل، وتثق إن عمره ما كان قاسي ولا هيكون. اقفلي الحلقة وانت مطمن وانت مطمنة، لأن اللي جاي مش محتاج قلق، محتاج ثقة. وقبل ما نمشي، لو الكلام لمسك، ولو حسيتي إن في جملة وقفت عندك، اعملي لايك علشان الرسالة توصل لغيرك، وياريت تعليق حتى لو كلمة واحدة، يمكن تكون سبب طمأنينة لحد غيرك. ولو أول مرة تسمعي القناة، ياريت تشتركي وخلي الرسائل دي تفضل توصلك في وقتها. وما تنسوش ذكر ربنا قبل ما تقفلوا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. واستودعي اللي في قلبك عنده، واطمني، ربنا دايما أقرب مما إحنا فاكرين. والسلام عليكم.